الصدمة الكبرى، الأهلي يرفض مهلة الزمالك ويضغط على الاتحاد الأفريقي للمشاركة في دوري الأبطال ويحرم الزمالك من المشاركة الأفريقية. يعني لا هيبقى فيها بطقيني ولا أي حاجة، آخرك تروح تصيف في بلطيم. والمهلة اللي طلبها الزمالك من الاتحاد الأفريقي الأهلي بيرفضها وبيقول لك دي مهلة غير قانونية، ويهدد هطلع على المحكمة الرياضية الدولية وأروح للفيفا. واتحاد الكرة مش هيقدر يعملها طبخة مجاملات، لأن الرخصة الأفريقية لازم لها تسوية مستحقات، والأهلي بيقول لك عديت المهلة القانونية بتاعتك يا جميل من 31 مارس اللي فات. التفاصيل مثيرة جدا، ده فيلم أكشن. انا شايف اهلاويه فرحانه ومنتصره، وانتوا فرحانين بجد. انت قادر تدخل بطوله انت ما تعبتش فيها؟ يعني انا عشان طول السنه وشج بتحرق دم اللي خلفوني ده. انا يا جدعان ما كنتش بنام. انت فاكر الموضوع هزار؟ والله العظيم هزار. انا فعلا تعبان نفسيا يا جدعان. يا جدعان الزمالك ده جنان. يعني حتى الزمالك لما تكسب وتاخد الدوري ما تروحش افريقيا، وانا بقى اللي هروح العب البط الكيني. طب انا اروح فين؟ انا هلعب مع مين؟ انتوا هتروحوا دوري ابطال افريقيا وانا اقعد على الكرسي ده تاني واقعد اتفرج عليكم تاني؟ لا لا يا جدعان والله دي قصه نكد النكد. انا مش عارف انام والله، ما عارف انام. كله بينزل، كله بياكد المعلومات. لكن مهله الرخصه المحليه لنهايه شهر 6 ومهله الرخصه الافريقيه لنهايه شهر 7. الزمالك زي ما قلت لك حسين لبيب مش قادر يجمع اكتر من 2.5 مليون دولار وعليه 6.5 مليون دولار. والناس اللي ليها احكام الجهود اللي بيبذلها الاستاذ عمرو ادهم عضو مجلس الاداره بيقولوا لا رافضين التقسيط. قال لك ما ده احنا بقى لنا فلوس قد كده، لا سيما الناس اللي لها مبالغ كبيره زي نادي الكسندريه، نادي اخوان بزيره، زي ابراهيم نضاي، زي فرجاني ساسي، كله يقول لك لا ناخد فلوسنا. طب الزمالك هيعمل ايه؟ هيخلص القضايا الصغيره الاول وبيحاول يوصل لاتفاقات عشان يعمل، هو مش شرط يدفع كل مبلغ. المبلغ ده لو ادى كل واحد قرشين وعمل تسويات خلاص ياخد رخصته ويبقى موقفه سليم، يبقى موقف. لكن الناس للاسف الشديد قالوا لنادي الزمالك انتوا يعني ما بتدفعوش فلوس وكلامكم ما بيصفاش على اي شيء وبتخدعونا، فبالتالي رافضين اي مرونه مع نادي الزمالك. عشان كده لازم اعضاء مجلس الاداره بقى الناس اللي موجوده حسين لبيب وهشام نصر وحسام المندوب وهاني بيرز وهاني شكري كل واحد فيهم يطلع له مليون دولار، وانتوا لميتوا 2.5 وسددوا اللي عليكم وخدوا الرخصه المحليه والافريقيه ودعموا الفرقه وبلاش تبيعوا حد. بلاش تبيعوا حد يا بيه. الحق سدد، الحق سدد. طيب عندي بقى سؤال، هل يمكن مشاركة نادي الزمالك في بطولة افريقيا والحصول على الرخصة دون التسوية المالية؟ سؤال. قضية باتشيكو وكان النادي المصري برضه عنده قضية، فلازم تسوي القضايا دي عشان دي حقوق دائمين. هل انا ممكن اعمل موضوع الجدولة ده السنة دي برضه؟ يعني اقول والله انا مش هقدر اسدد كام مليونية لكن ممكن اجدول؟ ما بص، بموافقة الدائن، اصل ده مش في حد تاني اللي هو صاحب القضية. يعني انت مثلا عندك قضية مع نضال عليك فيها حوالي 2 مليون الا ربع دولار، هتشوف لو هو موافق ياخد جزء ويدي اللي هو هيستنى على فلوسه او يأجلها بجدولة معتمدة قانونا مفيش مشكلة. اهم حاجة الدائن يبقى موافق. عندك قضية تانية مع تاتي لو هيتنزل لك على الفلوس ويكتب اللي انا خدت فلوسي تمام. في قضايا صغيره زي بتاعت وبيجوا مكعبينه دول حوالي 120,000 كلهم على بعض دول، سديت هتترفع عن ايقاف القيد وتاخد مستند قانوني سددت او جدولت بس. فلو انا وصلت لاتفاقات وتسويات معينه وبخطر بيها رسميا الاتحاد يبقى كده مفيش مشكله. لا مفيش مشكله لو سويت كل اللي عليك، بس اهم حاجه لو جدولت تجيب بقى حاجه رسميه من الطرف نفسه صاحب الدين مش اي حد اخر. فلو جدولت خلاص اتفاق موقع. اهم حاجه رضا صاحب الدين. صح، ده منطقي برضو. اشكرك جدا مهندس عامر العمايري خبير اللوائح الكرويه والرياضيه. الف شكر مره تانية. كل سنه وحضرتك طيب. تنساش يا عم تعمل لايك وشير واشتراك بقى في القناه، ماشي؟ ده لو عجبك الفيديو يعني. سلام.